ما هي الفرص التي يجب أن نحصل عليها كشعب؟ نركض دائما في خوف، دائما في وجل. الأطروحة الآن الأمامنا إعلاميا نحن في خوف، إعلاميا نحن في شك. البلاد تتجاذبها رياح يمين والشمال ونحن نتفرج. إلى أين متى يأتي الفرج؟ لماذا هذه الحالة عندنا في العراق؟ قلة خيرات؟ كلا. قلة عقول؟ كلا. ضيق في المساحة؟ كلا. أين المشكلة؟ أين المشكلة؟ علينا مؤامرات من العالم جميعا حتى نفهم. أفهمونا أيها الناس، أين المشكلة؟ غير معقولة. دائما شعارات والاهتمام، وإذا مثلا جاءت الانتخابات سترى أن أعز شيء هو المواطن. بمجرد أن انتهت الانتخابات هذا المواطن المسكين يرجع أسوأ مما كان. أين المشكلة؟ حقيقة نريد أن نبحث عن المشكلة. إخواني، هذا كلام معاناة. ناسنا يعني أقسموا علينا. إلى أين الحل؟ أين الحل؟ المرجعية المباركة ركزت على قضية الفساد منذ سنين. الناس تقول، نحن نسمع، قالوا نسمع الخطب والبيانات ونسمع عبارات تقول المرجعية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة من سنين. لماذا لا زال الفساد موجودا؟ من المسؤول عن هذه الأشياء؟ لماذا دائما علينا أن ننتظر، علينا أن نصبر، علينا أن نتحمل؟ أين المسؤولون؟ أين المتصدون؟ أليس هذه القضية قضية تهم البلد؟ أموال البلد أين ذهبت؟ أموال البلد أنا كمواطن لماذا لا أستشعر بها؟ تأتيني أرقام مرعبة، كله سرقة وأموال فساد وأموال. لماذا؟